يتفقد السيد جلال السعيد محافظ القاهرة مشروع تطوير شارع الألف وعدد من شوارع القاهرة. عمرو عرفة، شبكة هرم مصر. ولا جايز كان في حاجه معموله هنا والثالث ولا لا؟ لا يا فندم هم شالوا بس الجزء ده لغايه المكتبه. اتحركوا يا جماعه، اتحركوا. الاخ بتاع بيت هنا يا جماعه اتحركوا بعد الصوت ما حضراتكم بالظبط. نتفق معاك نعمل لها تنظيم مش زي زمان بقى. بتاع دلوقتي بتاع دلوقتي غير اللي بتاع زمان. هم عارفين كده ولا لا؟ عايزك ارجع ورا شويه من المعلومه فعلا. اللاعبين دي عشان بمشي قدام ودي كراسي فين بيرفكت؟ علي ما تخلصوا العمود يوم لا ان شاء الله بكره يا فندم تخلص كلها باذن الله. الباقي في الميدان بقى مش هنا. كل المباني الارض دي في الميدان بقى. الميدان الاول وهيفضل بس في الاخر هو يبقى في عمود واحد كله يبقى خالص باذن الله بكره. تشيلوا بقى البلاستيك ده. احنا دلوقتي بنخليه بس لحد ما يعني الافتتاح ان شاء الله نشيله عشان ما يتقلش. نجرب نعمل على عمارة. كنت فاكر على عمارة هنورها برضه بالكشاف. تعالى الكشاف ده باصص نحاول نرجع كده سنة مبنى نجربه. حاول تطلع مبنى باشمهندس محمد عطية. شوف في الوقت بقى مهم. ما احنا عشان كده الاربع كشافات دول جاهزين تكريم من مكتبي النهارده الصبح تركبين مع بعض. بعيدة بقى بقول ده سليم. ايوه دي حاجة بس ينظف العرانيش دي كده ليست كلها بس. يا جماعه شمال بس شويه عايزين. انتوا البنين بس زي ما احنا بقى، زي ما احنا واقفين بقى، زي ما احنا عشان محدش ماشي. خليكم كده عشان تبقوا موسعين لنفسكم. يعني يقولوا وسط الناس يعني ما بصيتش على حد خلينا ورا شويه زي ما احنا.
تيجي سنة أمني بس عشان ما نقش. وتسمح هناك تخش يطلعوا كل حاجه ده كشك ده ولا ايه ده؟ لبس ده ايه؟ ثلاجة سيف لا اكيد لا اكيد يعني قالب فيها لا مدينة ماشي هو ده واخد مدينة مش واخد نص الثلاجة دي لا شوف لها حل لا تعمل حاجة زي المشربية كده ولا حاجة عارف مش هذا بخليها هشة ايوه يا حاج هو خير يا فندم. عد الناس دي كلها جايين يفطروا عندك كل الناس دي والله ده عندنا عندنا دي صح. عامل ايه؟ هو بس استشاره على كده وتتكلم بس في موضوع الشرط ده انا محلي مش هيخش قدامي مش تاني هيجي بقى ما حدش يجي لا مش هيجرب واحد غيره لا هو هيدفع اللي كان غيره هيدفعه لا مش هيحط جراج ربنا يديك صح. يعني احنا هنأجره كام انت اللي هو لا مش خاطر على انت بقى كده انت مش عاوز حاجه تبقى قدامك تدفع انت ال 100 جنيه ما تحطش كده قدامك لا دي حاجة ان انا انا بقول لك الحل اهم حاجة لا تفيد اللي حد يعمل ذلك لا ما انا هأجر بس قول لي انت بتغير دي اصلا يعني حاضر كده انا عملت فوق الجراي والشنطة حلو غير انا الموضوع ان شاء الله. ماشي ده هو يستحق برضه لا دي مش بتاعتنا دي الناحية الثانية دي 5 دي اللي انا ورايا. خلي بقى نفس الموضوع في نفس الوقت ده مع ده لا احنا هنعمل مشربيه ده المنفذ بتجيب خضار من ماشي تعمل انت ايه هو الشغل اللي فيها مش ماشي تفكرنا على هذا كده دلوقتي
العربيات بتبقى جايه من التنين وكله جاي مليان. كل الاعتماد على الميكروباصات طبعا دي انا ترجع لورا. بتكلم عن يا جماعه لسه بس حتى هذه حاجه تانية الناس بتاع ركن فاروق لغايه التجديد خليك شمال شويه حوادث كتير عربيات كتير خلاص خط الغاز مرر ساعة دي كلها مباني حديثة كان منها أزمة الغاز مش أقل منها هو ماشي علينا على سبيل الإشراف هي قاعدة في قصر مستفيد منها يا رئيس عسكر الله يبارك في سعادتك الله يخلي سعادتك ربنا يبارك في سعادتك متشكرين جدا هننظمها يعني لو متنظمه يعني اقول لك حضرتك النهارده العمليه ابتدت اقتربت من الانتهاء على المرحله دي. لا احنا كنا في ميدان التحرير دلوقتي عشان نشوف اعمال تطوير ميدان التحرير بالذات الجزيره الدايره الوسطى من الميدان اللي بيتم فيها سوريا كبير وعلم جمهوريه مصر العربيه. المنطقه دي بيعد دورها بالكامل عشان تتماشى اولا مع وجود العلم لها وده رمز مصر كلها. زائد الاعمال اللي تمت في ميدان التحرير وتتم في القاهره الصناعيه وغيرها من الاعمال ان شاء الله باذن الله خلال 4 اسابيع من الان تنتهي الاعمال المرتبطه بالدائره الوسطى في ميدان التحرير بشكلها الجديد. انا متاكد ان كل المصريين لما يشوفوا الشكل النهائي لهذا العمل ان هم يكون ده ان شاء الله يعني موضع رضا الغالبيه العظمى لهم ان شاء الله باذن الله. احنا هناك في ميدان الغرابي وشارع الالفي عارفين ان احنا بنعمل تجربه هنا في هذه المنطقه منطقه مشاه مع اعاده تاهيل العمارات اللي هي تنتشر الى مرحله القاهره الجنوبيه واعاده رصف الشوارع وممرات المشاه والاضاءه وغيرها من والتشجير وغيرها من الاعمال. ان شاء الله باذن الله ننتهي من هذه المنطقه خلال اسبوع 10 ايام قادمين وسوف يتم هنا خان بانتهاء هذه المنطقه من اول منطقه للمشاه بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه وهيتمها ان شاء الله بانتهاء طلعت حرب وشارع قصر شارع طلعت حرب وغيره من الشوارع. مش احنا بقى بنعمل هناك منطقه مشاه، احنا بنعمل منطقه مرور العربيات مع حظر وقوف العربيات مع تطوير واجهات المباني مع إعادة رصف الشوارع والأرصفة والتشجير وغيره من والإضاءة وغيره من الأعمال اللي هتجعل من هذه المنطقة تحفة فنية قابلة للتكرار. احنا قضيتنا دلوقتي إن احنا عارفين احنا عاوزين نعمل إيه. القاهرة الخديوية فيها 650 عمارة، احنا دلوقتي شغالين حوالي 15 إلى 20 عمارة منهم، وبالتالي قدامنا عمل 20 مرة قد اللي احنا بنقوم بيه دلوقتي. قضيتنا الكبيرة هي قضية التمويل. هناك أعمال بتمول الآن لكن هناك أعمال محتاج دعم. احنا بنتكلم مع اتحاد الخليج ومع بيت الإنتاجي إن شاء الله خلال الأسبوع القادم لدي لقاء مع جمعية الأعمال ولي لقاء آخر مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي ومع اتحاد العام للغرف التجارية. كل المستفيدين من هذا الشكل الجديد نخرج بيه وسط القاهرة مرة ثانية ونعيدها إلى شكلها اللي المصريين كلهم يتمنوا لها مرة
أقل من كده احنا في وقت سابقة لأن الفعاليات أولا انتهينا من دراسة التقدير، ثانيا الآن بنربط ما بين طبعا الدراسات ما بين حظر وقوف العربيات في الشوارع الرئيسية. الآن أي حد ما جاش وسط البلد ما بقتش سنة بعدين محمد الكبير أو بينزل بيلاحظ إن حاجة غريبة موجودة في وسط البلد. يمكن يكون ما فيش قرا ولا حاجة يرجع يتكلم مع الناس يقول أنا في وسط البلد الدنيا اتغيرت وإيه اللي بيحصل. فهو ده أمل كل المصريين، وإحنا موجودين عشان نخدم الناس وموجودين عشان نعمل حاجة تخلي كل مصري فخور بعاصمة بلده وبالذات في قلب العاصمة، وهو ده اللي احنا بنسعى له وإن شاء الله ربنا ينجح. وننجح أولا بدعم الناس، وننجح أيضا بدعم مؤسسات الدولة ودعم منظمات المجتمع المدني ودعم اتحاد البنوك ودعم لجان الأعمال. أنا خصوص اللي يخص كل المسؤولين وأنا برضه عاوز الإعلام يكون لاحظ الفرق بين أول مرة جينا هنا ورؤية الناس اللي يحدث واعتراضهم الواضح. الآن معظم الناس اللي في المنطقة عندهم أنا ملاك المنطقة دي حاسين إن بيحصل حاجة كويسة، في تعاون كبير جدا بيننا وبينهم، وبالتالي أنا متخيل إن الانتشار اللي أنا أحكي فيه على كامل الحياة الحلوية هيكون لصالح الناس كلها إن شاء الله. طب في القرار بتاع سيادتك المرتبط بمنع الالتزام في الشوارع الكبرى زي الشوارع الجمهورية والشوارع العامة، اللي وجهة نظر سيادتك؟ لا ممكن نظر إنه في كل من العالم وسط المدينة ليس كبار بشكل عشوائي. هذه ظاهرة إن واحد يجي الصبح ويقف عربيته لمدة 12 ساعة حتى ويغطيها كمان، ممكن يغطيها بحاجة شكلها غير لائق كمان، ويسيبها 11 ساعة فقط عشان هو جاي الصبح ويرجع ياخدها آخر النهار. بني آدم واحد، شخص واحد هنتكلم 20-30 متر من أغلى منطقة في مصر ويمنع الآخرين ويمنع مرور العربيات ويضيق الشوارع على الناس. أنا أعتقد إنه هو نفسه ما يرضاش إن هو يقوم بهذا الضرر للمصر. الشوارع معمولة عشان العربيات تمشي، عشان ما تؤذي مصلحة. كتير جدا من دول العالم في نوع من تسعير وسط المدينة، يعني أي حد يدخل وسط المدينة يتوقف على رخصة عربيته مقابل دخوله وسط المدينة. ما عملناش كده، ده هو محتاج ترتيبات يعني معينة، لكن احنا بنقول انه احنا وفرنا البديل في اماكن عديدة جدا للمواطنين والمواطنين نحافظ كلنا على بلدنا يستخدموا هذه الاماكن. احنا وفرنا هذه الاماكن ووفرنا بدائل العربيات اللي الناس وغيره، ووفرنا نقل عام قوي وزودنا حجم مسؤول العام، وبالتالي الناس لها بدائل كبيره جدا للانتقال والدخول وانهاء مصالحهم في وسط البلد. مش لازم بالضروره ان الواحد يجيب عربيته ويحطها ويقفل الشوارع ويقفل مصلحه يستطيع ان يقضيها بطريقه ثانيه ويبقى ده لصالح الناس كلها. التوفيق. ما هي المده المتوقعه يا فندم؟ تفقد السيد جلال السعيد محافظ القاهرة شارع الألف ضمن تطوير المشروع القاهرة الخديوية. عمرو عرفة، شبكة هرم مصر.